عايز يجيلك ضغط وسكر وامراض القلب؟ افتح التلاجة بالليل وادخل جوه، اقعد مع طبق الجاتوه خلصه والحلويات وهيص نفسك خالص. ما تشربش ميه خالص، ما تلعبش رياضه، ما تنامش كويس، كل فاست فود مرتين وثلاثه في الاسبوع، اوعى تروح لدكتور تغذيه يديك نظام غذائي صحي تمشي عليه، واوعى تعمل تحاليل، تعمل شيك اب على نفسك اول باول كل 3 شهور تشوف النتائج رايحه فين وجايه منين. انا منفعل لان انا جالي حاله عنده منطقه بطن كبيره جدا، ابدومينال اوبستي عاليه جدا، بساله هل في مشاكل في ضغط وسكر وقلب وكده؟ قال لي ما عنديش مشاكل يا دكتور وما اعرفش. قلت له هنعمل تحاليل. رجعنا بالتحاليل لقينا السكر التراكمي 9.5، يعني الراجل سكر رسمي وهو لا يدري. نعمل تشيك اب دوري ضروري على كل التحاليل وكل الامراض المزمنه بانتظام، عشان مش عايزين ننتظر انه الفاس تقع في الراس ولا مشاكل ملهاش حل، ولا اني ضعفت ولا اني عجزت فورا.